يتحدث نائب رئيس الجمهوريه للشؤون الدوليه بالافراج عن الرئيس السابق محمد مرسي من خلال تسويه سياسيه. ده تحريف يا شريف، يعني للاسف برضو كذلك احنا ما بنعرفش نترجم، ما بنعرفش ننقل بمصداقيه اللي بيتكتب بلغات اجنبيه، وفي للاسف ناس مش عاوزه نمشي لقدام. انا رايي لم يتغير ولا قبل نائب رئيس ولا بعد نائب رئيس. هناك حاجتين لازم نعملهم ولازم نكون فاهمين احنا بنعمل ايه. لابد تطبيق القانون ونبذ العنف. لابد ان ما فيش حد يروع الشعب المصري. ما فيش. اما اشوف النهارده امنستي انترناشونال منظمه العفو الدوليه بتقول لك ان في 11 واحد جثه عذبوا في اطار اعتصام رابعه. هناك شيء لابد من تطبيق القانون، ده ما فيهاش بحث. انما في نفس الوقت وبالتوازي لازم الشعب المصري يفهم ان حل طويل المدى مستدام لابد ان يكون عن طريق توافق وطني. زي ما قلت هذا الكلام بالنسبه لقواعد الحزب الوطني، بقول نفس هذا الكلام بالنسبه لقواعد الاخوان المسلمين. لا يمكن ان يكون هناك حل هيكون على الاقصاء، لازم نفهم هذا. هناك حل دلوقتي احنا بنتكلم ان قواعد الاخوان المسلمين وقواعد الحزب الوطني ليس قاده الاخوان المسلمين او المسؤولين سياسيا وجنائيا، وليس قاده الحزب الوطني المسؤولين سياسيا او جنائيا. بالطبع لا، ولو هناك جرائم ده قلنا هذا الكلام اكثر من مره وكررناه انا والرئيس وكل ورئيس الحكومه وكل هذا. اذا كان في هناك جرائم حقيقيه، جرائم ماليه، جرائم قتل، لابد هناك قصاص. وفي النهارده وزاره اسمها وزاره العداله الانتقاليه بتتكلم على هذا الكلام. انما واحنا بنشتغل في كل هذا الكلام لابد نبص لقدام. النهارده كل الدول اللي مرت بثورات بتمر كذلك بحاجه ما يعرف عنها العداله الانتقاليه. مصالحه قصاص. انا مش عاوز النهارده اقعد 3 سنين تاني اذا كان في وسيله ان يكون في مصالحه ومع قيادات الاخوان اللي ما لهمش جرائم حقيقيه ان يحصل نوع من المصالحه. لكن اللي وصل وعايز اسال حضرتك عنه، حضرتك ما بتتكلمش عن